السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة الشرع الألماني مع محمود التلباني. Präpositionen mit Akkusativ und Zeitangaben، حروف الجر مع حالة المفعول به والمعطيات الزمنية. يعني ايه الكلام دوت؟ زي ما قلت لكم في الحلقات اللي فاتت ان احنا لسه ما خدناش حروف الجر اللي بتعمل اكوزاتيف، وان احنا هناخدها في الحلقات القادمة. فالنهاردة ان شاء الله هنتعلم مع بعض حروف جر بتعمل اكوزاتيف، يعني بتأثر على أداة الكلمة زي ما هنشوف في حلقة النهاردة. وهنعرف برضو مع بعض يعني ايه اللي مقصود بالزيتانجابن، يعني المعطيات الزمنية. يلا بينا يا شباب عشان منضيعش وقت. لوس جيتس. هنلاقي أول حاجة عندنا هنا الحروف اللي بتعمل أكوزاتيف. عندنا bis، durch، für، gegen، ohne، entlang. bis يعني حتى، وهنشوف الاستخدامات بتاعتها ايه وأمثلة. durch يعني من خلال، für يعني لأجل، gegen يعني حوالي مع الساعة أو بتيجي بمعنى ضد، ohne يعني بدون، يعني في تمام الساعة أو حول، وهنفهم كل دوت مع بعض. entlang يعني بمحاذاة أو على امتداد. طيب خلونا ناخد كل preposition على حدة نشوف الاستخدامات بتاعته ايه مع مثال عشان نفهم اكتر ويتضح الكلام. عندنا اول preposition اللي هو bis، يعني حتى. الأينزاتz اللي هو الاستخدام بتاعه عندنا lokal und temporal. lokal اللي هو مكاني und temporal اللي هو زماني. يعني ممكن نستخدمه لو في حاجة بتدل على المكان أو الزمان. ناخد مثال، أقول لك مثلا der Zug fährt nur bis Aachen. Der Zug fährt nur bis Aachen يعني القطار هيقود أو هيسافر فقط لحد آخن. آخن دي مدينة، فدوت لوكال حاجة مكانية، فهنا بمعنى لحد. لحد كذا. أقول لك زي مثلا كده، أقول لك القطر دوت بيروح بس لحد القاهرة، فاللحد هنا يعني بس، وهنا القاهرة طبعا دي مكان. ده أول معنى ليها. ايه كمان عندنا هنا هوت Vorlesung dauert bis 17 Uhr. Die Vorlesung dauert bis 17 Uhr. فعندنا هنا هوت bis 17 Uhr يعني لحد أو حتى، فهنا دوت زمان اللي هي الساعة 5 مساء، فهنا temporal. جميل. Vorlesung يعني المحاضرة، دوت تستغرق أو تدوم لحد الساعة 5 مساء، فهنا برضو بمعنى لحد ولكن مع الزمن. زي ما اجي اقولك الفيديو دوت مثلا هيستغرق او هيدوم لحد الساعة 12 بالليل. جميل. اخر استخدام لينا مع بس اللي هو اقولك تشوس او بس جلايش. فبس جلايش هنا هو ديت يعني زي ما اشوفك بعدين، ولكن ده شيء في المستقبل القريب. يعني بيس كلاش لما اقولك بيس كلاش ديت انا اشوفك كمان ساعة، كمان ساعتين، كمان 5 ساعات، يعني في مدة قريبة. او اقولك مثلا بيس بالد يعني زي see you later، هشوفك بعدين. او اقولك بيس morgen يعني اشوفك بكرة، ده لو احنا متفقين ان احنا هنتقابل بكرة، او مثلا هنروح المدرسة بكرة مع بعض فاقولك بيس morgen. او بيس ابند لو متفقين ان احنا النهاردة بالليل هنخرج مع بعض، فاقولك اوكي بيس ابند يعني اشوفك بالليل. bis nachher برضو زي bis bald يعني زي see you later، أشوفك بعدين، أشوفك أراك لاحقا. أقولك بالزامستاج لو احنا متفقين مثلا ان احنا هنتقابل في يوم معين، زامستاج، زونتاج، مونتاج، ايا كان، فاقولك لحد اليوم دوت، فبالزامستاج يعني أشوفك في يوم السبت. وبرضه أقولك bis später يعني أراك لاحقا. فبس بتستخدم مع كل الأدفيرب ديت اللي هي الظروف دي. جميل. ده كان بالنسبة لأول حرف جر معانا. تاني حرف جر اللي هو durch. الأينزاتz بتاعه lokale Angaben und Passivsätze. يعني ايه؟ يعني ده بيستخدم في معطيات مكانية، وبيستخدم في الباسيف زيتس يعني الجمل المبنية للمجهول. تعال نشوف مثال عشان نفهم اكتر. هقول لك مثلا zur S-Bahn-Station gehen Sie am besten durch den Park dort. يعني
افضل طريقة عشان حضرتك تروح الاسبان ستاسيون، يعني محطة القطار السريع، اس هنا اختصار لشنيل، هتبقى من خلال الحديقة اللي هناك ديت. جميل، شفت الجملة بقى متركبة ازاي؟ فهنا durch den Park يعني من خلال الحديقة، فهنا دوت حاجة مكانية. جميل، ده أول مثال. تاني مثال معانا أقولك مثلا unsere Katze kommt nicht durch die Tür sondern durch das Fenster ins Haus. فده معناه ايه؟ ان القطة بتاعتنا ما بتجيش للبيت، يعني ما بتخشش البيت من خلال الباب، ولكن من خلال الشباك. فهنا دي حاجات مكانية. ايه كمان اقولك durch Sprechen in Alltagssituationen werde allgemeiner Wortschatz gefestigt، يعني من خلال التحدث في المواقف اليومية wird der allgemeine Wortschatz يعني هتكون كل المفردات العامة وتيدة. فيستيجن يعني وتيد أو حاجة مثبتة جاية من الأدفيرب اللي هو فيست، يعني حاجة ثابتة، المقصود بيها ان هي هتبقى ثابتة دايما ووطيدة في دماغك لانك انت بتستخدمها باستمرار. ده كان بالنسبة لللوكالة انجابن. جميل. وعندنا هنا هو بقى مثال للباسيف زيتس. عندنا لما اجي اقول لك مثلا das Buch wird durch احمد gelesen، ايه هو المبني المجهول؟ اللي حاجة مبنية على شيء مجهول، يعني الفاعل مجهول مش معروف. فزي ما اجي اقول لك مثلا ايه das Buch wird gelesen، خلينا نعتبر ان كلمة durch احمد دي مش مكتوبة، يعني يقرأ الكتاب. انا مش عارف مين اللي بيقرأ الكتاب، ولكن الكتاب بيتقري. طيب لو عايز بقى يعني زي ما نقول كده اعمل منشن للي بيقرأ الكتاب، عندنا طريقتين في اللغة الألمانية، يا اما من خلال durch او من خلال von. فهنا من استخدامات durch ان احنا ممكن نقول durch احمد، يعني من خلال احمد. ده كان بالنسبة للباسيف زيتس. جميل. طيب نكمل مع بقية حروف الجر. عندنا حرف الجر für بيجي بمعنى لأجل أو لمدة، فالأينزاتس يعني الاستخدام بيجي مع Zeitraum Preisangaben Vergleiche، يعني Zeitraum يعني حقبة زمنية محددة، Preisangabe يعني المعطيات السعر أو الأسعار عموما والمقارنات. طيب ناخد مثال. لما اجي اقول لك مثلا Herr Pauli ist für 3 Tage in die USA geflogen، يعني Herr Pauli السيد باولي سافر إلى أمريكا لمدة 3 أيام. فهنا مدة زمنية محددة اهي 3 أيام، فهنا für بتيجي بمعنى لمدة. أو مثلا أجي أقول لك ich habe etwas für dich mitgebracht، يعني أنا جبت معايا حاجة ليك، جبت لك حاجة معايا. جميل، فليك أو لأجلك فهي für dich. آخر حاجة معانا لما أجي أقول لك مثلا Das Haus wird für 250.000 Euro zum Kauf angeboten، يعني البيت معروض أو يعرض للبيع لأجل 250.000 أورو، يعني ل250,000 يورو. zum Kauf يعني معروض للبيع، angeboten يعني كلمة معروض للبيع أو يعرض للبيع، ما زال يعرض للبيع. جميل، فدي جت مع السعر اهوت البرايس انجاب. طيب معانا حرف الجر جيجن، بتيجي بمعنى حوالي مع الساعة أو ضد. ناخد مثال. لما اجي اقول لك مثلا gestern ist meine Frau mit dem Auto gegen einen Baum gefahren. نركز gegen einen Baum gefahren، يعني امبارح زوجتي كانت بتقود العربية أو كانت ماشية بالعربية زي ما بنقول ضد الشجرة، يعني خلاص كانت هتعمل حادثة. جميل، فهنا بمعنى ضد اهوت. أو مثلا أجي أقول لك Frau Klimpim wird gegen 17 Uhr rausgehen،
يعني السيدة كليمبيم هتخرج حوالي الساعة 5 مساء. جميل. فراوزجين يعني يخرج من حاجة موجود فيها للخارج، يعني هيخرج بقى من البيت للشارع وهكذا. فده الاستخدامين بتوع جيجن. عندنا بريبوزيسيون ohne بيستخدم ومشهور جدا، فالاستخدام بتاعه يعني بدون. جميل. فهو هنا كاتب الأينزاتس يعني Gegenteil von mit يعني بي أو مع، ohne يعني بدون، فده العكس بتاعه. Gegenteil يعني عكس. فلما مثلا أجي أقولك إيه ohne dich kann ich nicht sein، يعني بدونك أنا مش هقدر أكون موجود، ohne dich يعني بدونك. أو مثلا أجي أقولك Herr Schmidt kommt heute Abend ohne seine Frau zum Geschäftsessen، يعني السيد شميت هيجي النهاردة بالليل من غير زوجته، بدون زوجته. zum Geschäftsessen يعني عشاء العمل وأداتها das. طيب ايه كمان عندنا حرف الجر الأينزاتس بتاعه الاستخدام بتاعه لوكالة و temporale. لوكالة بيجي بمعنى حول، وتمبورال اللي هو الزمني بمعنى حوالي. فهنا هو لوكالة und temporale Angaben يعني معطيات مكانية وزمنية، وبرضو بيجي مع الزahlen Angabe بمعنى بنسبة أو بحوالي. فأقول لك مثلا die Kirche gibt es diese Ecke dort، يعني الكنيسة موجودة حول الزاوية اللي هناك ديت، يعني هي موجودة هناك حوالين الزاوية اللي هناك. جميل. أو مثلا أجي أقول لك der Unterricht beginnt morgen ausnahmsweise schon 8:30. جميل. oder 8:30. فده معناه إن الحصة هتبدأ بكرة الساعة 8:30، يعني الساعة 8:30. أو ممكن أجي أقول لك Die Preise werden in diesem Jahr wahrscheinlich 1,75% steigen، يعني الأسعار هترتفع في هذه السنة من المحتمل حوالي 1.75%. فهنا بتيجي مع الأعداد بمعنى بنسبة أو بحوالي. جميل. ده كان بالنسبة لحرف الجر آخر حرف جر معانا وهو entlang، ومش مستخدم كتير في اللغة الألمانية، وبيجي بمعنى بمحاذاة أو على امتداد. فأقول لك مثلا gehen Sie immer diesen Weg entlang. Nach 5 Kilometer erreichen Sie schon das nächste Dorf. يعني اذهب حضرتك على امتداد هذا الطريق، بعد 5 كيلومتر هتوصل للريف أو القرية القادمة. فهنا entlang يعني على امتداد أو بمحاذاة هذا الطريق، وعملت أكوزاتيف ففج يعني طريق أداته der، فبقت diesen ضفنا لها ال an يعني بقت أكوزاتيف. ده كان بالنسبة لحروف الجر اللي بتعمل أكوزاتيف في اللغة الألمانية. الموضوع سهل جدا، وطبعا أتمنى أن الأمثلة وضحت لكم الكلام والمعاني بتاعت كل بريبوزيسيون عندنا. طيب نيجي للشق التاني في الحلقة عشان ما نطولش. عندنا بريبوزيسيونن mit Zeitangabe، يعني حروف جر مع معطيات زمنية، حاجات ثابتة بنحفظها بتسهل علينا الكلام. يعني مثلا لما تحب تقول في فصول السنة أو في شهور أو في كلمة يا بنقول ام. أقول لك مثلا im Frühling، im Sommer، im Herbst، im Winter، يعني في الربيع، في الصيف، في الخريف، في الشتاء. أقول لك مثلا im März، im April، وهكذا، يعني في مارس، في أبريل، وبتيجي مع كلمة يا. جميل. عشان نسهلها على نفسنا دايما هنقول ام بتيجي مع كلمة يا يعني السنة وأداتها داس، والسنة فيها 4 فصول وفيها 12 شهر، فإم بتيجي مع السنة والحاجات الكبيرة اللي في السنة اللي هي الفصول والشهور. جميل. عشان بس نسهل حفظها علينا. تاني حرف جر معانا وهو أم
ده برضو بمعنى في، ولكن ده بقى بيجي مع الايه الحاجات الصغيرة. خلينا ايه نحفظها بالطريقة ديت. بتيجي مع اوقات النهار، مع اسماء الايام، مع التواريخ، ومع كلمة فوخن اند. فوخن اند يعني عطلة نهاية الاسبوع. فام بتيجي مع فوخن اند، والفوخة اكيد في الايام بتاعته زامستاج وزونتاج ومونتاج، واليوم بيتكون من اوقات زي النهار والظهيرة والمساء. فام بتيجي مع كل دوت، بلس بتيجي مع التاريخ. فاقول لك مثلا ام فوخن اند يعني في عطلة نهاية الاسبوع، ام مورجن في الصباح، ام ابند في المساء، ام زامستاج يعني في يوم السبت، ام مونتاج في يوم الاثنين، وهكذا. ولما اجي برضه اقول تاريخ اقول لك ام 10.2.2008 يعني في العاشر من فبراير سنة 2008. فده استخدامات حرف الجر ام. عندنا حرف جر ان بيعمل داتيف، بيجي بمعنى في او بعد لو فترة زمنية محددة. يعني اقول لك مثلا ايه in der Nacht يعني في الليل، او in den Ferien يعني في الاجازة. اقول لك in 2 Stunden in einer Woche يعني بعد ساعتين او بعد اسبوع. فدي فترة زمنية محددة، فبتيجي بمعنى بعد. جميل. ده كان بالنسبة لحرف الجر ان. عندنا حرف جر ناخ، واحنا خدناه مع الداتيف، وذكرت لكم قبل كده برضو ان هو بيجي مع نخدم اسم يعني بعد الطعام، وبرضو بيجي بمعنى نخدم فيلم يعني بعد الفيلم. فهي بتيجي بمعنى بعد مع اي حدث، وبتيجي مع الساعة بمعنى و، زي ما شرحنا في درس الساعة الأوفيتسيلة سايت والأونوفيتسيلة سايت. فور عكس ناخ يعني قبل، بتيجي برضو مع حدث، وبتيجي مع الساعة بمعنى إلا. فأقول لك vor dem Essen يعني قبل الطعام، vor dem Film يعني قبل الفيلم، وبتيجي برضو مع الساعة زي ما شرحنا في درس الساعة. زي ما احنا لسه شرحينها في الحروف الجر بتعمل اكوزاتيف، فهي هنا مقصود بان هي بتيجي بمعنى في تمام مع الساعة. اقول لك 8 يعني في تمام الساعة 8، 7 يعني في تمام الساعة 7، يعني الساعة 7 بالظبط زي ما بنقول بالمصري. اخر حرف جر معانا وهو جيجن، زي ما خدناه بيجي مع الساعة بمعنى حوالي. جيجن 6 يعني حوالي الساعة 6، 6 ل5 بقى، 6 و5 يا حوالي. جميل. ده كان بالنسبة للبريبوزيشنن mit Zeitangaben اللي انا عايز اتكلم عليها، والحاجات بسيطة وانا جايبها لكم هنا هوت في التابلة دوت الجدول، بحيث تبقى حاجة كل حاجة منظمة والموضوع سهل وبسيط جدا. وطبعا كالعادة في عندنا هنا هو هاوس اوف جابا عايزين نحله عشان المعلومة تثبت. هو الموضوع سهل جدا، تعالوا ناخد فكرة. اقول لك هنا مثلا البريبوزيشنن ميت اكوزاتيف يعني حروف الجر مع الاكوزاتيف. فاقول لك هنا setzen Sie die fehlende Präpositionen ein يعني استخدم الحروف الجر اللي جاية ديت بس durch für gegen ohne اقول لك مثلا Ingo will not einen Cent in der Tasche nach Spanien fahren. فاكتب هنا النقط حرف جر اللي بيعمل اكوزاتيف. اقول لك meine alte Großmutter kann not ihre Brille fast nichts mehr sehen. تكتب حرف الجر اللي بيعمل اكوزاتيف، وهكذا. اخر حاجة معانا عشان ما اطولش عليكم وقت الحلقة البريبوزيشن mit Zeitangabe، التابل اللي احنا لسه واخدينه حالا. فاقول لك مثلا das Schuljahr beginnt oft not September اللي هو السنة الدراسية. شوليا وأداتها داس بتبدأ في الغالب أو غالبا نقط سبتمبر. فهتكتب حرف الجر اللي بيجي مع الشهور، وهتكمل على هذا النمط. بس كده ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم والموضوع سهل، وكالعادة اكتب ورايا كل المعلومات واعمل الجدول لنفسك عشان الموضوع يبقى سهل، ولما تحب ترجع تراجع تلاقي الحاجة بخطك، فالمعلومة تبقى ثابتة وتبقى عارف المعلومة منين. وأتمنى يكون الفيديو عجبكم. Wenn dir das Video gefallen hat und etwas davon gelernt hast, bitte vergiss nicht meinen YouTube-Kanal zu abonnieren und einen Daumen hoch zu geben. لو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب في القناة لو لسه ما اشتركتوش.
أشوفكم على خير يا شباب، دمتم في أمان الله. bis später.